اللهم قلب بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى في الفيديو عايزاكم تكملوه بس في الاخر عشان في مقطع حلو قوي ومهم هيفيدكم وتقولوا رايكم فيه. انا بجد فرحانه بيه قوي ومبسوطه بيه قوي. تمام، هنكمل بس في الاول كده هنصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا اللي متابعنا كده في الفيديوهات احنا مستمرين ان شاء الله في تنظيفات رمضان. فالنهارده بقى هنخلص بقى تنظيف خالص عشان نشوف بقى المطبخ معانا بعد كده. فياريت بقى تحطوا كده لايك للفيديو تشجيع منكم ليا وتدعمونا بكومنتاتكم الجميله. بصوا بقى زي ما احنا متعودين في التنظيفات بنبدا منين؟ من جوه لبره. بدانا بالادراج والظرف والحاجات الداخليه كلها نظفناها، وبعد كده منين؟ من بره لجوه. من بره يعني انت لو عندك بلكونات، عندك سلم، اي حاجه من بره نضفيها الاول قبل ما تبدا الشقه، عشان لو انت نظفت الشقه والسلم مثلا بره او البلكونه او ايا كان متبهدل، فاي حد هيدخل برجليه هيجيب من جوه، هيدخلك كل حاجه على بره. فانا عندي هنا بقى السطح اللي فوق على طول، اللي هو فوق بقى عنده الطيور وكده، فالدنيا طبعا متبهدله فوق خالص، والاولاد بقى مكان بيلعبوا والحجاره والكلام ده وبيطلعوا الحاجه بره. فالمهم مسكت بقى قلت انضف السلم الاول، لان كل ده بينزل لي على تحت، يعني اي عفور مثلا جاي في رجلهم بالشبشب بالكلام ده، الهواء اللي شغال بيطير ويجيب عليا وهكذا. فمسكت بقى ومسكت شكاره ونضفت كل الحاجات دي الاول، عشان بعد كده قلت اما نمسح نبقى نمسحه بالمره على نظافه، يكون بقى خليت الكركبه والحاجات دي كلها. قلت ايه نضفتها. وقلت عبال ما الست اللي هتيجي تساعدني يعني في المسح تيجي، فقلت ادخل اخلص الحاجات عندي في المطبخ. طبعا ده كده هشتغل في المطبخ هو مش موجود، بس بخلص عليه طالما الحوض خلصان يعني. فزي ما قلت كده نضفت السلم من بره وكومته، وبعد كده دخلت على المطبخ. كنت جايبه جزر فعايزه اخلله، يعني عندي شويه ليمون متخللين وعايزه احط ده معاه. فمسكت الجزر اول خربشته كده من بره وغسلته، وبعد كده بقطعه بالسكينه المشرشره دي اللي هي بيد كده بتعمل البطاطس او الجزر او اللفت والحاجات دي. ما عندكيش ممكن اللي هي اليدويه التانية، كانت اللي ب5 جنيه بس بتعمل حاجات كتير قوي، يعني بتقشر لك البطاطس، وكمان بتبشر، وكمان بتقطع يعني. كنت عملت فيديو مخصص لها بصراحة، يعني تحس ان هي نينجا كده وهي حاجة بسيطة جدا. هجيب بقى البرطمان الكبير وهجمع فيه المخلل كله على بعضه، لان انا كنت عندي الليمون عاملاه بس حاطاه برطمانات صغيره، فكان يجي 5 برطمانات كده، فكنت متضايقه منهم فقلت اجمعهم كلهم في حاجه واحده. فجبت البرطمان الكبير ده الازاز وحطيت فيه الليمون، وحطيت بقى فيه الجزر عشان احنا بنحب الجزر اكتر حاجه، وكده كده كان فيه قطع الفلفل وكده. قلت ايه ركنته. وبعد كده عندي فول اخضر، طبعا ده الموسم بتاعه او موسم الحصاد، فعشان نخزن منه كام كيس كده. بحب قوي في المقلوبه وفي سواء الطبيخ، لو في شوربة حاجة، يعني بستخدمه في كذا حاجة يعني. غير طبعا هو بيتاكل الاخضر افضل حاجة دي، بخلصوه معظمه ما بنيجي نقشره او بنجيبه للاكل. بس قلت ايه اخزن لي كيسين كده 3. فبعد ما فرطته بمسك انضفه الاول من القشره اللي بتبقى موجوده فوق وبمسحه، وبعد كده بجيب ميه سخنه وبحط عليها شويه سكر وشويه ملح صغيرين، وبديها سلقه زيها زي البسله، زي الباميه، يعني بعملها معامله الخضار، واصفيها على ميه بارده وفي المصفى. وبعد ما خلاص بردت تماما فكيستهم كده، عملوا 3 اكياس ما شاء الله يعني حلوين، وهدخلهم على طول على الفريزر عشان نشوف بقى معانا المسح العميق النهارده. فبدأنا اهو خلاص، شلت بقى المفارش، فتحنا بقى الشبابيك وبدأنا بقى ننضف. وطلعنا هنا بقى في البلكونه الحاجه عشان نخلي نفسنا بره حاجات السرير اللي هي البطاطين والمفارش، بس على السجاد طبعا لان السجاد لسه محطوط، هو نشف شويه بس مش هينشف كله لان كل ده منشور امبارح لان انتم متابعيني. فانا عملت اليومين ورا بعض على طول، يعني اليوم غسلت السجاد وكمان المفروشات دي اللي هي بتاعت الصالون والستاير وكل ده المنشور، وتاني يوم على طول بدأت ايه مسح، بحيث ايه اخلص المسح وان شاء الله اقوم مدخله بقى الفرشه افرشه على طول بدل ما اركنه. وهنا بقى كنت خدت التربو ده على الحمام فضيته وخدته بقى غسله حلوه كده عشان ارجع رست في الحاجه على نظافه. وهنا الصاله لسه بقى هعمل كده ايه تعديل، يعني الاطار كده اللي ده انا شلته لسه هتشوفوه بعد كده، وهجيب بقى الانتريه كله على بعضه هنا، واشوف كده ان السفره تحت الشباك، يعني في تعديل كده هعمله في الصاله. بس طبعا شايفين كل الحاجات اللي على السفره دي اصلا حاجه المطبخ، فهو المطبخ بس يخلص معايا والحمد لله جه وخلاص. ادخل بقى كل الحاجه دي فيه، لاني بصراحه ما اعرفش ازاي كل الحاجه دي كانت في المطبخ، يعني انت ما تيجي تفضي او تنضفي مطبخك هتستغربي ازاي المطبخ واخد الحاجات دي كلها. فهو بس قلت طبعا مش هنتظر كل ده ما خلصش، فهو عبال ما المطبخ يرجع لي كنت خلاص بقى مسح بقى وغسيل وكل ده، يبقى معايا شغل المطبخ هو اللي فاضل. تمام، هو هنا هو المطبخ كمان جاهز بقى عشان الاستقبال، كنت نضفته معاكم قبل كده وطوقته وخلاص.
تمام. كنت خلصت برضو ايه المسح في الشقه وكده، وباقي على الفرش بقى افرش بقى بعد كده الستاير والسجاد والمفرشات وكل حاجه. ودي بقى حفظات السجاد بعملها معامله البطاطين في الغسيل، بملى الطشت كده واحط فيه اي مسحوق جل، وبعد كده بغطسه وبدهوس بقى برجلي واسيبه كده يومين. بصوا بقى جمال المقطع ده اللي بقوله لكم اللي هو هيبقى في الاخر. انا ما كنتش عامله حسابي ان انا هصور ولا حاجه المقطع ده، بس انا كنت قاعده قصاد اولادي يعني، فهم جايين يفتحوا الحصاله، فقلت هسجل المقطع ده واصوره وابقى احطه لكم في فيديو. بصوا بقى، انا جبت لهم حصاله وقلت لهم الحصاله دي اسمها حصاله الخير والبركه. فاحنا كل واحد معاه اي مبلغ بسيط، يعني حتى لو بسيط، جنيه 2 جنيه زي ما يكون، اهم حاجه نحط اي حاجه كده يوميه فيه عشان نطلعها للناس الغلابه اللي هم الناس اهل الله يعني. هنجيب بقى، قلت لهم بقى فكروا معايا برضو عايزينها ايه بالظبط، وقعدت اتكلمت معاهم وشاورتهم بحيث برضو يبقى هم لهم فكر ويشوفوا هم حابين ايه. طبعا احنا عايزين نزرع في قلوبهم ونعرفهم الصدقة، وتبقى حاجة برضو عملية، لان طبعا هي الصدقة بتبقى يا اما حاجة محسوسة، يعني الصدقة محسوسة زي المادية، يعني انت لو هتطلع مثلا فلوس ما فدي حاجة محسوسة، او معنوية زي تبسمك في وجه اخيك صدقه، الكلمه الطيبه صدقه، اماطه الاذى عن الطريق صدقه، في حاجات يعني بتبقى معنويه محسوسه. تمام. فاحنا لازم ايه نعودهم، مش هيبقى كلام بس، يبقى حاجه علميه عمليه، وكمان احنا بنعمل الحاجه دي قدامهم بحيث لما يكبروا عليها يبقى معروفه. وطبعا بنقول لهم على الايات والاحاديث اللي ذكرت في الصدقه، وان الصدقه دي يعني ممكن تعمل لنا ايه، ما نقصوا مالا من صدقه. اول حاجه طبعا مالنا ما بينقصش، وطبعا هم ما كانوش بيحطوا فلوسهم كلهم، هو حاجه بسيطه على فكره جدا، لان احنا ما كملناش اقل من شهر، بس انا حبيت ان هي يبقى في تحفيز، وبعد كده قلت لهم هندبق حاجه تانية على العيد. فهم كانوا بيصرفوا يعني مصروفهم كامل بيحطوا حاجه بسيطه، بس برضو ما استهونتش بالمبلغ اللي بيحطوه طبعا. وقلت لهم بقى الايات بقى، وانفقوا مما رزقناكم، وكمان الاحاديث بقى، داووا مرضاكم بالصدقه، ان الصدقه دي لو حد مثلا مريض ولا حاجه طلع صدقه ربنا يشفيه، وان بتخلي القلب يلين من القسوه، يعني انت ما بتطلعي كده وبتحسي بالناس الفقراء اللي محتاجين، فانت قلبك بيبقى لين، مش قاسي، والقاسية قلوبهم. وبنقول لهم على حديث والحاجه، بس احنا لازم نعمل قدامهم عملي، فاهميني؟ يعني نخليهم عملي ونخليهم يجربوا تجربه بنفسهم، فبيبقى لهم كده شغف للحاجه والتجربه. خليتهم بعد ما جمعوا فتحنا الحصاله، اي نعم المبلغ مش كبير، فهم كانوا اقترحوا ان احنا نجيب شنط رمضانيه يعني. فطبعا انتوا عارفين مع غلو الاسعار عندنا في مصر هنا، فطبعا هي جبنا بس على قد، طبعا ازازه الزيت انتوا عارفين انها بقت بكام دلوقتي، ازازه الزيت ب 60 جنيه، فجبنا شويه مكرونه شعريه فعملنا كيسين، يعني الحاجه دي عملت كيسين، اي نعم هو بسيطه بس حاجه تفرح بيت، وخليتهم ودوها كمان بنفسهم تمام للناس. فدي حاجه بصراحه انا مبسوطه اكتر منهم، يعني هم انبسطوا بالفكره دي وانا انبسطت اكتر منهم بصراحه. فقولوا رايكم، هي على قد بساطتها ولكن فكره كويسه. فقلنا لهم بقى ايه، هنجرب ونعمل بقى مبلغ اكبر والكلام ده، عشان مثلا لو عيد نجيب مثلا كسوه لحد، عودوهم كده. لو مثلا الهدوم بتاعتهم خلوهم بنفسهم، مثلا الحاجه اللي صغرت عليهم، الحاجه اللي مش هيلبسوها تظبطوها الاول وتبرفنوها ويطلعوها للناس اللي تستحق، وهكذا بقى افكار كتيره. الفيديو بقى خلص، يا رب يكون عجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.